تنسوا المشاركة على الفيسبوك. دعوني أنا أولا أشارك إن شاء الله هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها حلقة مباركة طيبة. بسم الله. أيوة. ليش ما طلعت عندي؟ موجودة. أيوة. حياكم الله، أهلا وسهلا. ما شاء الله مجموعة من الأحبة حضروا مبكرين، أشكر لهم هذا الحرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يفهم من هذا ولا يزال أقوام يبكرون ويتقدمون حتى يقدمهم الله سبحانه وتعالى. فالتقدم للخير عكس تماما الذي يتأخر عن الخير، يعني يوفق ويهدى ويفتح الله عليه. ولذلك هذا التبكير هو دليل وعلامة خير. الإنسان يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه بالصباح وبالمساء. لماذا؟ لأنه ليس كل إنسان يوفق إلى التبكير والاهتمام والتركيز. أصلا التبكير هذا هو سبب من أسباب يعني التوفيق، لأن الإنسان الذي يبكر معناه أنه مركز، والتركيز معناه أنه سينتج حتى لو كان الشيء قليل أو يعني قليل الفائدة، لكن مع التركيز ومع المثابرة سبحان الله يزداد ويتكاثر. تجد بعض الناس يحضر كل شيء ولكن متأخرا، ويهتم بكل شيء ولكن بدون اهتمام، يعني بدون تركيز. ما الذي يحصل له؟ يضيع كثير مما ينبغي عليه. الله أكبر. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم الأجر. أنا أنتظر فقط قليلا حتى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، اليوم الطلاب هنا تأخروا قليلا، وأنا حقيقة أحب أن أسمع الآيات من تفضلوا. نعم تفضلوا، الله يحييكم، أهلا وسهلا. نعم، هذا الميكروفون. قل بسم الله الرحمن الرحيم عشان نسأل الطلاب يسمعونك جيدا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعونه؟ سمعتم صوته واضحا؟ ممتاز على بركة الله. إذا نبدأ على بركة الله. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى المجلس السادس من دروس تفسير سورة النور. حياكم الله أجمعين. وكنا قد وصلنا إلى أي آية؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه آية رقم كم؟ ما تعرف؟ طيب، أنا أعرضها عليكم الآن. كيف؟ أي نعم، دقيقة بس. هذه شلون نسوي فيها؟ بسم الله. أيوة، عندنا هذه. نعم. طيب، التي هي آية رقم 19. شايفينها على طيب خلونا نكبرها بس لأنها جاية كذا صغيرة هنا. لازم نغيرها إلى شكل آخر. ثم نفتحها مرة أخرى. عبد الرحمن،
تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ الآيات. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لا تقف هذا الوقت، استمر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أحسنت، بارك الله فيك، فتح الله عليك، نور الله قلبك. طيب نبدأ كما هي عادتنا معكم أيها الأحبة بالنظر في بعض الآيات السابقات التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. كما تشاهدون في السورة أو في الآيات أمامكم، نحن خططنا هنا قلنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما معنى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم؟ كلمة أنفسهم هذه كلمة أنفسهم تعود إلى من؟ من يجيب؟ يعني يظنون بأنفسهم. ها؟ كيف يعني يظنون بأنفسهم؟ لازم توضح. يعني المسلمين يظنون بأنفسهم خيرا فمن باب أولى. يعني لما يسمعون يأتي أحد ويقول إن فلان سمعنا أنه وقعت منه هذه الفاحشة، فاحشة الزنا، يقول الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه، هذه الكذوبة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني كل إنسان يظن بنفسه أنه لا يمكن أن يقع منه ذلك، وبالتالي بالأولوية لا يقع من من؟ من أم المؤمنين عائشة، صح؟ طيب من الصحابي الذي سأل زوجته وما هي القصة في ذلك؟ من يجيب؟ ها؟ إيش قال لزوجته؟ ها، من يتذكر؟ قال لزوجته هل هذا التصرف ممكن يأتي منك؟ قالت لا. فقال والله إنه عائشة أشرف منك. قال فوالله إنه لا يقع من عائشة لأنها خير منك. هذا طبق هذه الآية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب في معنى آخر، وجه آخر لتفسير بأنفسهم خيرا، ما هو؟
ذكره بعض الطلاب معنا هنا، اللي هو هذا. قال المجتمع المسلم ككله ونفسهم أن مكان لهم ما كان لهم أن يرتكبوا الفاحشة، فكيف بأم المؤمنين؟ لا، هذا نفسه، يعني لا، نريد المعنى الآخر. المعنى الآخر: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني يظن المجتمع، يعني نعتبر المجتمع كتلة واحدة وجسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فإذا إما أن نحمل هذه الآية على أنه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني أنا أظن بنفسي خيرا فأنا لا أقع في هذا، فإذا كنت لا أقع فأم المؤمنين أولى، أو ظن المؤمنون كلهم بالمجتمع المسلم كله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وكلها. طيب الآن إيش الصحيح يا ياسر؟ القول الأول، الرأي الأول، ولا الرأي الثاني؟ التفسير الأول ولا التفسير الثاني؟ لماذا قلت الاثنين صح؟ اثنينهم لأن اثنينهم بيقدرون يكونون صح ولا تعارض بين القولين. فإذا لم يتعارض القولان والرأيان في تفسير الآية، فالأولى ماذا يا عبد الرحمن؟ أن نحمل الآية على المعنيين لهذا موجود التعارض، ولأن هذا من بلاغة القرآن أنه يحمل على أكثر من معنى ويكون صالحا، شريطة أن لا يكون بين هذين القولين تعارض. إذن هذا ذكر في الدرس السابق. طيب ندخل اليوم في درس اليوم. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات، كل واحد يتبع معنا من المصحف اللي معاه. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون، هذه الجملة بدأت بإن، وإذا بدأت الجملة بإن فهي جملة إيش؟ جملة مؤكدة. جملة مؤكدة. ليش جملة مؤكدة يا عبد الرحمن؟ لأن سبقتها إن حرف من حروف التوكيد. أحسنت. إذن هي جملة مؤكدة، وهي جملة استئنافية. ما معنى جملة استئنافية؟ يعني أتت بمعنى جديد. جملة استئنافية أتت بمعنى جديد. يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. يحبون، ما معنى يحبون؟ الحب معروف، يعني يرغبون ويتمنون ويعجبهم ويحبون أن تشيع الفاحشة. كلمة أن تشيع الفاحشة، أن ثم فعل مضارع تشيع، وأن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع في مثل هذا السياق تكون أن المصدرية، يعني يؤول ما بعدها بمصدر. وهذا السؤال لكم وللطلاب: أن المصدرية تدخل على الفعل المضارع فتؤوله إلى مصدر، فتكون الجملة حينئذ إن الذين يحبون الله. الآن أن وبعدها تشيع. أن هذه مصدرية، تقول أحب أن أزورك، هذه أن المصدرية. فأنا كأنني قلت أحب زيارتك، أحب أن أشرب الشاي، أحب شرب الشاي، أليس كذلك؟ طيب الآن معنى أن، إن الذين يحبون أن تشيع، فالآن نؤول أن وما دخلت عليه بمصدر. كيف نقول؟ شوفوا إيش قالت أم محمد ما شاء الله، قالت: إن الذين يحبون إشاعة الفاحشة. شوفوا كيف؟ إن الذين يحبون إشاعة الفاحشة. ممتاز. آمنة كذلك ما شاء الله. إذن قوله أن تشيع هذه وقعت في موقع المفعول به، لأنها مفعول يحبون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. طيب كلمة تشيع
تشيع الفاحشة. الآن لاحظوا أنه لم يكن هناك ماذا؟ فاحشة. في قصة الإفك هل كانت هناك فاحشة؟ لا. ما الذي كان؟ إشاعة. طيب ممتاز. كانت قول. اللي هو ماذا يسمى؟ هل كانت هناك فاحشة؟ إفك. والإفك ما هو؟ الكذب هنا إيش يعني؟ هل هو فعل أم خبر؟ خبر. أحسنتم. إفك، والإفك خبر، يعني كلام إفك وخبر مكذوب. واضح؟ طيب الآن شوفوا الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. الفاحشة ما هي؟ هنا في هذا السياق الفاحشة ما معناها؟ الفاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيل. إيش هو هذا؟ الذنب. كيف هذا؟ الفاحشة هنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أيوة الزنا. إن الذين يحبون أن تشيع فاحشة الزنا، أو الخبر الذي فيه الزنا، أن فلانا وقع في الزنا، لأنها قصة عائشة. إذن كلمة أن تشيع الفاحشة قبلها إيه؟ نضع كلمة خبر. ليه قلت خبر؟ أولا لأن السياق سياق القصة، صح؟ إن الذين يحبون أن تشيع، أن يشيع خبر الزنا. طيب اللي هي الفاحشة. واضح؟ طيب لماذا قلنا هذا؟ أولا لسياق الآية. ثانيا أن كلمة شاع من صفات ماذا؟ مما يوصف به الخبر ولا مما يوصف به الفعل؟ ركزوا. تقول شاعت الأخبار، شاع الخبر، يوصف هذا من صفات الأخبار، أليس كذلك؟ تقول أشاع الخبر، ولذلك في إشاعة نقول إحنا شائعة، أليس كذلك؟ إذن هنا أصبحت هذه الكلمة إن الذين يحبون يعني يحبون إشاعة أخبار الفاحشة. واضح؟ طيب يعني يشيعون الفاحشة. والفاحشة ما هي؟ قلنا هنا في هذا السياق المراد بها إيه؟ فاحشة الزنا، خبر الزنا. طيب كيف كان يعمل هؤلاء؟ ومن المقصود بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ من هؤلاء؟ المنافقون. وعلى رأسهم من؟ الله يفتح عليك، عبد الله بن أبي بن سلول هو أول من يدخل في هذه الآية، لأنه جاء في قصة الإفك التي درسناها معكم أيها الأحبة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول يشيعه وينميه، يعني أشاع الخبر المكذوب. كيف كان يشيعه؟ كلما جاء ناديا أو جاءه أحد قال: ألم تسمع؟ كان هذا الموضوع مهتم فيه فأشاعه، سمع الذي لم يسمع وعلم الذي لم يعلم، فأشاع الخبر. فإذا هذه الآية أول من يدخل في المقصود بهؤلاء من؟ إن الذين يحبون من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. طيب هل هذه الآية خاصة في عبد الله بن أبي بن سلول أم أنها عامة في كل من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ عامة ولا خاصة؟ نشوف الشباب عندنا هنا ما شاء الله تبارك الله. عندنا الآن عامة ما شاء الله تبارك الله، عامة لكل من يحب أن تشيع الفاحشة. إذن هذا هو الجواب الصحيح، عامة. كلهم قالوا عامة، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام، إجابات موفقة من الجميع. عامة هذا من قواعد التفسير. طيب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إيش معنى هذه القاعدة من قواعد التفسير؟
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ، وعندنا لفظ عام وهو الذين، من صيغ العموم الاسم الموصول. إن الذين، ما قال إن عبد الله بن أبي بن سلول، وإنما قال إن والذين اسم موصول يدل على العموم. طيب لو جاء واحد وقال طيب بس هذه نزلت في من طعن في عرض عائشة، السياق في عرض عائشة، نقول له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هو هذا تحتمل المعنيين أو المعنيين. نعم، فنقول هي آية عامة في كل من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأول من يدخل من؟ يقولون لأن عموم اللفظ فيما ذكر من سبب يقيني، العموم فيما ورد من سبب يقيني يتناوله باليقين، وفيما يدخل فيه من صور ظني، يعني ليس بدرجة دخول من جاءت فيه القصة. من يشرح لي هذا الكلام؟ طبعا الآية عامة الآن، اتفقنا على أن الآية إيه؟ عامة. طيب ويدخل بالأولوية من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. طيب دلالة الآية على عبد الله، على دخول عبد الله بن أبي بن سلول أقوى ولا مثل دخولها على أي إنسان يحب أن تشيع الفاحشة في درجة الدخول؟ ها، المعنى الأول المعنى آكد في دلالتها على عبد الله بن أبي. أيوة دلالتها على المعنى الأول إلى عبد الله بن أبي بن أبي سلول بحسب سياق الآية تفيد قوة الدلالة عليه أكثر من أن تكون عامة. قالوا ولذلك صورة عبد الله بن أبي بن سلول صورة داخلة بالقطعية باليقين. طيب ودلالته في بقية الحالات دلالة ظنية لأنها قد تخرج لسبب من الأسباب، هذا في علم الأصول. لكن في عبد الله بن أبي بن سلول هذا لا شك أنها داخلة. هذا التفصيل في القاعدة اللي ذكرناها، العبرة بعموم اللفظ. نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن سبب نزول الآية داخل لا مش داخل، يقيني أنه مقصود، وغيره من الصور ظني لكنه داخل. لماذا؟ لأنه قد يخرج بسبب من الأسباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل الذي يظلل عليه وهو مسافر، قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال الرسول ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. لو جاء واحد وقال والله أنا ودي أنا آخذ العبرة بعموم اللفظ، نقول ماشي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، كل إنسان ليس من البر له أن يصوم وهو مسافر. طيب قصة هذا الرجل تدخل في العموم؟ لو جاء وقال لا هذا الرجل نستثنيه، نقول لا، وقف عند حدك، السبب هذا الذي، وإلا ما المعنى إذا كان كذا؟ إذا أخرجت هذه الصورة لم يكن للعموم أقوى درجات العموم في الدلالة فيما نزل فيه، ثم بعد ذلك ما يتناوله بالعموم، لكن هنا تناوله بالخصوص. فإذا عبد الله، يعني نستفيد من هذا أن السياق إذا ورد في قصة فقصة السياق وسبب النزول داخل بالأولوية 100% مراد، وبقية أفراد العموم داخل بماذا؟ بالظنية لا باليقين، لأننا قد نخرجه لسبب من الأسباب. واضح؟ طيب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين، طيب إيش قال؟ يحبون، والحب إيش هو؟ عمل قلبي أم عمل جوارح؟ لكن شوفوا إيش قال رب العالمين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوفوا، يحبون أن تشيع، بس مجرد الحب، مجرد إيش؟ الحب، حتى وإن لم يخطو
خطوات، وهذا يدل على أن الإنسان يحاسب على عمل قلبه. لا تقول والله أنا ما تكلمت لكنك تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فأنت محاسب. وهذا بحث سبقا ذكرناه مع الطلاب في سورة الزخرف، هل يحاسب الإنسان على عمل قلبه أو لا؟ واتضح لنا أن الإنسان يحاسب على عمل قلبه، وأن الملائكة تكتب ما يعمله قلبك. وما هو عمل القلب يا عبد الله؟ إحساساته. إذا أحببت ما يبغض الله وكرهت ما يحب الله فإنك تحاسب، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله. شوف، كرهوا. فالكراهية والحب هذا مما يحاسب عليه الإنسان. ولذلك في هذه الآية الله قال إن الذين يحبون أن تشيع، فقط يحبون أن تشيع الفاحشة. طيب، فإذا بذلوا، تبوا ركزوا معي الآن، فإذا بذلوا عملا مقابل هذا الحب فنشروا الفاحشة، انتبه الآن ركز معايا، فنشروا الفاحشة يعني أذاعوها. نأتي ونقول تعالوا، إما أن يكون نشروها عن طريق التصريح فأصبح قذفا، وإما أن لا يكونوا قد نشروها بالتصريح وإنما نشروها بطرق لا مباشرة. كيف الكلام هذا يا إخواني؟ لأن الآن لما أنت تقول إن فلان أجاركم الله قد ارتكب أو فلان ارتكبت الزنا، قد يقول هذا الإنسان هذه الكلمة بتصريح، يقول فلانة زانية والعياذ بالله، ويجعل الناس يقولون زانية فينتشر الخبر، فهذا قذف صريح واضح. هو أحب وكمان ماذا؟ يعني فعل، يعني بذل سببين من أسباب العذاب، الأول الحب والثاني إيش يا عبد الله؟ أنه أشاع بلسانه. واضح؟ طيب تعالوا شوفوا، يقول الله جل وعلا لهم عذاب أليم في الدنيا. إيش هو العذاب الأليم في الدنيا؟ الله يا عبد الله، الله ما شاء الله عليك يا عبد الله. قال عبد الله العذاب الأليم لمن أشاعه بلسانه بالشروط المعروف الحد. وما هو الحد يا عبد الله؟ الرجم. أفا عليك يا عبد الله، كيف حد القذف الرجم؟ يا عبد الله إذا لم تجب فسوف تجلد 80 جلدة. إيش هو الحد الآن؟ حدك الآن سنحدك حدا. ها؟ كم الحد؟ الجلد كم؟ 80. أحسنت، خلاص ما دام أجبت عفونا عنك. طيب إذن هذا الذي يقذف إذا تظن حبه لانتشار الفاحشة صار أحب نشر الفاحشة وأشاعها ولم يكن له برهان من الله سبحانه وتعالى، يعني ما أتى بأربعة شهداء، فننزل قوله تبارك وتعالى لهم عذاب أليم في الدنيا. ما هو العذاب الأليم في الدنيا؟ الجلد. ممتاز. والآخرة النار. واضح؟ طيب فإذا أشاعه في الدنيا ولكن ليس بطريق مباشر وإنما حب ونشره بطريق غير مباشر ولم يقم عليه حد، فما هو العذاب الأليم في الدنيا؟ قال الله جل وعلا لهم عذاب أليم في الدنيا. هذا العذاب هو ما يحصل له من ظلمة يعني القلب، ويعني عذاب يتعلق بأمور معنوية، ليس لأنه لا يقام عليه الحد إلا بشروطه. فهذا العذاب وما يحصل من تجريمه من التعزير. ما هو التعزير؟ الآن الإنسان إذا أشاع فاحشة ولم يصرح، للإمام للمسلم يعني إمام المسلم أن يعزره، يسجنه شهر شهرين، يشوه سمعته، هذا عذاب في الدنيا. فإن لم يفعل بأن لم يسلم إلى السلطات وما حد اكتشفه فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبه في الدنيا، يبتلي في ماله في صحته، يبتلي في شيء، لأن الله جل وعلا قال لهم عذاب في الدنيا. خلاص. والآخرة وهي العذاب الأشد، قال الله جل وعلا ولا عذاب الآخرة أشق، ولا عذاب الآخرة أشق. ثم قال الله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب الآن هذه الآية من أخطر الآيات ومن أهم الآيات في سورة النور. تتحدث عن أناس يحبون أن تشيع الفاحشة ويرغبون أن تنتشر الفاحشة، إما بأن يقولوا وقع الناس في الزنا، وقع فلان في الزنا، وينشرون هذه الأخبار، وإما أن يسهلوا الوصول إلى الزنا فيمهدوا كل أبواب الوصول إلى الزنا. فإذا سهلوا الأبواب الموصلة إلى الزنا فهم من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما الذي يحصل أيها الأحبة حينما تنتشر حالة الزنا والفاحشة، أو حينما تنتشر أسباب الوقوع في الزنا؟ ما الذي يحصل لعقل الإنسان؟ أبغاكم تجاوبوا. إذا أنت كل يوم سمعت أو رأيت أو صار الناس يقعون في هذا بكثرة، العقل ماذا يعمل؟ العقل أولا يجرم شيئا. ما معنى يجرم شيئا؟ يعني الآن العيب، الطفل هو صغير أمه تربيه على أن عورته عيب، غطيها. فإذا وصل عمره 4-5 سنوات إذا انكشفت عورته يستحي ويبحث عن ستر، صح؟ فإذا كبر خلاص تربى على هذا. طيب لأن هذا أصبح إيش؟ عيب. هذا أصبح إيش يا شباب؟ أصبح عيبا وأصبح خطأ وجرما. طيب لما تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا يصبح كلمة الزنا وكلمة الفاحشة مألوفة، ولذلك يأتون إلى هذه اللفظة الزنا ويغيرون محتواها ويسمونها بالعلاقات. لازم يغيروا الكلمة لأنه فاحشة كلمة مزعجة. الزنا يقول لك الحرية الجنسية، كل إنسان يملك حريته الجنسية. ويأتي من يقول كل إنسان حر في جسده، مرأة حرة في جسدها. كلمة الحرية مصطلح جميل يقبله الإنسان. المراد به إيه؟ ليست الحرية التي وهبها الله للإنسان، وإنما حرية التصرف في الجسد بما يغضب الله جل وعلا. طيب إذا انتشرت هذه الألفاظ وهذه المفاهيم ما الذي يحصل يا إخواني؟ أولا ننشر الأخبار السيئة ونتساهل فيها، نتهم الآخرين، ثم نستهين بهذه الفاحشة العظيمة التي قال الله جل وعلا عنها إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نستهين من 7 الموبقات وأشد الحدود في كتاب الله جل وعلا حد الزنا، أليس كذلك؟ طيب فإذا هذه الإشاعة سوف تؤثر في المجتمع المسلم بأن يقوم بماذا؟ بالتساهل في وقوع. وهذا قد لا يخطر في بالك يا عبد الرحمن، قد لا يخطر ببالنا. لماذا الله جل وعلا جعل هكذا؟ فقط أن تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا الجزاء. ثم قال الله جل وعلا بعدها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا ختمت الآية بهذا؟ ليه ربنا قال بعد هذا والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ لأن الله عالم ما في قلوب الناس، وعالم لأن الآية ابتدأت بأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أيوة. والحب مصدر القلب، والله هو أعلم بهذا الشيء يعني. نعم، هذا التفسير السطحي للآية يا ياسر، ولكن أنا أريد أن أربطه بالمعنى الذي ذكرته. الله فكروا. الله يعلم العاقبة، يعلم عواقب الانتشار. ممتاز. شوف ايش يقول، يعلم. كلها صحيحة، كل كلامكم صحيح. يعلم من يحب أن تشيع الفاحشة، يعلم عواقب. شوف ركزوا لي على هذا المعنى أم عبد الرحمن، تقول يعلم عواقب حب الإشاعة للفاحشة، لأن هذا المعنى لا يخطر في بال الناس. لما ينتشر الفساد الخبر
ونتداوله ويصبح عادي، ما الذي يصبح يا إخواني؟ خلاص القيم المحرمات تصبح مباحات. الآن إذا أردت أن تخفف تجريم شيء معين، غير الكلمة وانشرها في وسائل التواصل وفي الإعلام، المجتمع بعد مدة من الزمن يتقبلها ولا يراها عيبا، بينما كان قبل سنوات يراها جريمة. لذلك الله جل وعلا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم عواقب الأمور، لأنه هو العليم الحكيم، هو الذي يعرف ماذا؟ يعرفنا ويعلم سرنا ونجوانا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نحن مخلوقون أيها الأحبة، يعني تعرفون أي إنسان أي شركة الآن تصنع مثلا جهاز تحط كتيب الاستعمال أو يسموه الكتالوج، صح ولا لا؟ يخبرك بما في هذا الجهاز من خير وشر، صح ولا لا؟ وكيف تستخدمه وكيف ما تخطئ. الله جل وعلا هنا يقول يعني سأجعل عذابا أليما للذين يحبون أن تشيع الفاحشة والله يعلم عواقب هذا الفعل وأنتم لا تعلمون. لذلك انتبهوا، لا تنشروا الفاحشة، لا تغيروا الحقائق. الزنا زنا، اللواط لواط، ما في شيء اسمه ايه حرية. سموا الأمور بمسمياتها، جرموا الزنا، حرموا الزنا، لأنكم لو أشعتم الفاحشة سوف تتغير نظرتكم إلى هذا المحرم وسوف تستبيحونه وسوف تستسهلونه، وأنا الله أعلم وأنتم لا تعلمون. فهمتم يا إخواني؟ إذا لو سألتكم الأسبوع القادم لماذا ختم الله هذه الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لازم تجاوبوا كذا، يعلم بواطن الأمور وعواقب الأمور، وهذا أمر خطير. هذا يا إخواني في من أحب. وهل هناك من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ نعم وكثير. فإياك أن تكون منهم وأنت لا تدري. كيف؟ تنقل وتساعد في نقل قالة السوء. تمام؟ فهذه من المصائب العظيمة التي يبتلى بها المجتمع المسلم. طيب، أمر آخر، الإنسان ينبغي له أيضا أن لا يجاهر بالمعصية التي عصى الله بها. لماذا؟ إنسان عصى الله بينه وبين الله، فذهب وأعلن للناس قال ترى أنا أفعل كذا، راح لأصحابه قال ترى أنا أسوي كذا. هل هذا ممن يريد أن تشيع الفاحشة؟ عمله ممن يريد أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وكيف؟ هاي عبد الرحمن. يدخل في إشاعة الفاحشة. كيف؟ وضح. لأنه نشر بصريح ما الذي يحصل إذا نشر؟ يعني وضح لنا كيف تشيع الفاحشة بالمجاهرة بها، كيف؟ يعني أعتقد أنه الناس الذين سوف يستقبلون هذا الخبر أيوة مختلفون، فمنهم من سوف يأخذها باستنكار، ومنهم من سيأخذها بحالتها الطبيعية، ومنهم من سيأخذها يعني هو فعل، ومنهم من لا يعلم ما يا سلام. كان لا يعلم. يا سلام، ممتاز. شوف موسى إيش قال، شوف موسى إيش قال. بالتالي نعم، إيش قال موسى؟ ماذا قال موسى؟ هنا ينبغي المسلم لا يجاهر بالمعصية التي تفعلها يقول هيبة المعصية، تقل هيبة المعصية. فهو إذا جاء في المجلس وقال ترى أنا أفعل هكذا، ثم فعل إنسان ثاني في المجلس، وما اللقاء اللي بعده قال حتى أنا سويت كذا، فلان أغواني، ويضحكوا، ثم الثالث، ثم الرابع، يصير خلاص، وثم يتباهى الإنسان. إيش يصير؟ انتشرت الفاحشة ولا لا؟ ولهذا لا يجوز للأول نقول له انتبه، ترك أنت دخلت في هذه الآية، لأنك الآن أشعت الفاحشة بإيه؟ عملتها بينك وبين الله، لكن أتيت بها إلى من؟ إلى الآخرين، فجاهرت بها،
فهذه من أخطر الذنوب. ولذلك الشرع يريد للمسلم إذا عصى الله أن يجعل المعصية وين؟ بينه وبين الله. إذا هتكت ستر الله فاجعلها بينك وبين الله، لأن الذنب قبل المجاهرة أقرب إلى العفو والتوبة. ولكن بعد، إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى، يعني أنت ممكن الله يعفو عنك، قريب من عفو، إلا المجاهرين. الله يسترك وأن تذهب تفضح نفسك بين الناس، معناه أنت غير مبالي لا بالمعصية ولا بمن عصيت، نعوذ بالله. وهذا يدخل في من؟ في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني ايه؟ يعني لولا أن الله من عليكم بفضله ورحمته لأخذكم عذاب أليم. لماذا؟ لأنه كان هناك أناس يحبون أن تشيع، لكن الله عفى عنهم بفضله سبحانه وتعالى، ولأن الله رؤوف ورحيم. الله جل وعلا عفى عن هؤلاء من الصحابة ممن وقع منهم شيء من ذلك، سواء ممن أقيم عليه الحد كحسان وحمنة بن جحش ومصطح، أو من آخرين لم يقم عليهم هذا الحد فتاب الله جل وعلا عليهم. قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لأخذكم العذاب، ولولا أن الله رؤوف رحيم لأخذكم العذاب. واضح؟ وهذه ثالث آية يقول الله جل وعلا فيها إيه؟ ولولا فضل الله. شوفوا هذه الآية ولولا فضل الله، شوفوا هذه الآية تكررت في هذه السورة حتى هذه اللحظة 3 مرات. هذه الأولى ولولا فضل الله، هذه رقم 3، نطلع فوق كذا. قال الله جل ولولا، شوفوها، ولولا فضل الله. طيب نطلع كمان شوية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. شايفين كلها في ايش؟ في سورة النور. هذا يدل على ايش يا اخواني؟ في هذه الآية شوفوا قال الله جل وعلا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني هذا في حكم الملاعنة، في آيات الملاعنة. لولا أن الله حد أو شرع لكم الملاعنة وأنه سبحانه وتعالى تواب حكيم لمسكم في القذف الذي تقذفونه عذاب أليم. وكذلك هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لمسكم أيضا في نشر الفاحشة عذاب عظيم، وأن الله رؤوف رحيم. سببان: فضل الله وأن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. طيب ماذا تستنتج يا عبد الله؟ أن الله جل وعلا يكرر ولولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله 3 مرات، يدل على ايش؟ ها عبد الله. مشكلة تكرر العبادة اللي عندنا، كل واحد ينظر في الثاني. وكانوا يتدافعون الفتية، السلف كانوا يتدافعون الفتية، الصحابة ما حد يبغى يفتي. هنا يدل على أن الإنسان يعني لا يملك الفضل على نفسه. أيوة، مهما كان الذنب أو الفعل. يا سلام، الله له الفضل الكامل. ممتاز، أن الله له الفضل الكامل، يعني أن الشرائع والحدود هي فضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنها تكفر الذنوب. فقد جاء في الحديث أن من أصاب من هذه الحدود في الدنيا فأقيم عليه الحد كان له كفارة يوم القيامة. فمن فضل الله جل وعلا على المذنبين الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا ب4 شهداء، والذين عفى الله عنهم قال أمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، والذين يحبون أن تشيع الفاحشة وعفى الله عنهم بفضله هذا وأنه رؤوف رحيم، وإلا لأقام الله جل وعلا لعذبهم في الدنيا.
لكن الله جل وعلا قدم رحمته على المؤاخذة. فدل ذلك على أن الشرائع وتشريعها من الحدود هي من فضل الله جل وعلا، لأنها تخفف الذنوب والمعاصي. صح؟ شوف دائما يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وسوف يأتينا بإذن الله تبارك وتعالى أيضا الآية الرابعة التي فيها ولولا فضل الله عليكم ورحمته. إذن في هذه الآيتين دليل على ماذا؟ على جرم وعظيم جرم من يحب أن تشيع الفاحشة، وأشد منه الذي يسعى يبذل مجهود في أن تشيع الفاحشة، إما بنقل أخبارها أو تسهيل الوصول إلى الزنا. ثم أخذنا في هذه الآيات أن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا تؤدي إلى إيه؟ إلى الاستهانة بهذه المعصية، وإذا استهان الناس بهذه المعصية هان عليهم الوقوع فيها، لأن الذي يقع فيها لا يجرم، بل ربما يمدح وربما يكون إيش؟ محمودا على فعله. وإذا كان كذلك فإن الناس سوف يقلدونه، وحينئذ ما الذي يحصل؟ تصبح الخبائث طيبات والطيبات خبائث، تنقلب المعايير والقيم في المجتمع، فيصبح الصدوق كاذبا والكذوب صادقا والخائن أمينا والأمين خائنا. إيش يصير في المجتمع لما إحنا القيم هذه نتلاعب بها؟ فهذه تكون طامة، وهذا شيء لا يعلم بنتيجته إلا الله، ولذلك الله جل وعلا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واضح؟ الله أكبر. ثم قال الله جل وعلا، شوفوا بعد ما انتهت هذه الآية قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا. ماذا قال عبد الله بن مسعود يا عبد الرحمن إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا؟ ها يلا قول يا عبد الرحمن. ها إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك. يا سلام، فأرعي لها سمعك تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. يا سلام، أرعي لها سمعك. يا سلام، ما معنى أرعي لها؟ يعني ركز. هذه النداءات الإيمانية كلما جاءت لازم تركز، لأنه هذا نداء لك. زي ما أقول يا عبد الله تلتفت لأنه خطاب لك، هذا خطاب لنا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بوصف ماذا؟ الإيمان. طيب ما الذي يفيده النداء بلفظ الإيمان؟ أي أن ما سوف يأتي هو من مقتضيات الإيمان، ومخالفته من نواقض الإيمان على طول. واضح؟ إذن في قوله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء للمؤمنين، وجاء النداء حتى يسترعي انتباهه. قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، يعني انتبه. وقوله الذين آمنوا جاء بوصف الإيمان ليدل على أن ما سوف يأتي من أوامر أو نواهي هو من مقتضيات الإيمان، يعني إن كان نهيا فتركه من مقتضيات الإيمان، وإن كان فعلا ففعله من مقتضيات الإيمان، وعكسه بعكسه. واضح؟ يعني نهيئ أنفسنا قبل أن ندخل. واضح؟ طيب قال الله جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إيش معنى لا تتبعوا؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. شوفوا كيف يعني لا تفعلوا خطوات الشيطان. أو شوف الآن في عندنا صورة بيانية كده في الذهن. شوف قال لا تتبعوا وبعدين جاب خطوات الشيطان. شوف انتبه. الآن عندنا خطوات. ما هي الخطوة يا ياسر؟ الخطوة ايش هي؟ ما هي الخطوة؟ الأفعال. الخطوة المشي هي المسافة ما بين القدم والقدم الأخرى في المشي. صح؟ طيب الآن الآية هذه تمثل الشيطان وكأنه يمشي، لأن الخطوات هي في المشي في الأصل. صح؟ ما هي الصورة؟ اشرح لي الصورة. صورة الآية البيانية يعني يسموه تشبيه، يعني الصورة الخيالية. لا تتبعوا خطوات الشيطان، كأن الشيطان يمشي ويخطو بالخطوات، يحط قدم ونحن نمشي خلف خطواته. خلاص؟ هذا تشبيه. وكأن الشيطان حينما يوسوس لنا كأنه يدعونا إلى أن نتبع خطواته، يعني طريقته.
ولاحظوا أنها خطوات. شوفوا الآية ماذا قالت؟ ما قال لا تتبعوا الشيطان. الآية ما قالت لا تتبعوا الشيطان. ها أو قل لي كيف يا عبد الله، يلا وضح لي لماذا لم يقل لا تتبعوا الشيطان؟ لماذا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ هذه لو ما جبتها يا عبد الله بنعيد عليك الحكم بالجلد. ولا خلاص عفونا عنك يلا. لأن من خطوات الشيطان أنه يزرع في قلبك يعني يسهل لك المعصية. ايوه ويهينها عليك. انت فهمت السؤال؟ السؤال يقول لماذا لم يقل لا تتبع خطوات الشيطان؟ لماذا استخدم القرآن كلمة خطوات الشيطان ولم يقل لا تتبعوا الشيطان؟ يلا ياسر. لأن الخطوات ممكن تكون مثلا أشخاص قبل، فالشيطان ممكن إنه يقول لشخص والشخص يقول لشخص ثاني. يعني حاولت ولما في واحد جابه هنا. أعتقد لأن مراحل اتباع الشيطان تبدأ بخطوة ثم خطوة ثم خطوة. أيوة أحسنت. وهنا عندنا عدة إجابات ما شاء الله تبارك الله أجاب بها الطلاب. لأن الشيطان لا يأتي دفعة واحدة ويقول لك إذني، وإنما ينقلك خطوة خطوة. وأنت إذا قبلت الخطوة الأولى قطعا سوف تقبل إيه؟ الخطوة الثانية. لأن الخطوة هو ذكي الشيطان عدو الله، هذا ذكي. ما يأتي لإنسان أو إنسانة عفيف أو عفيفة ويقول إذني، لأنه تعلم أنه هذا من 7 الموبقات، لكنه يسهل البداية، يأتي بالأمور المشتبهة ويزينها ويزخرفها. فإذا وقعت في الخطوة الأولى تقع في الخطوة الثانية الثالثة الرابعة، وهذه طبيعة وسوسة الشيطان. طريقة الشيطان أن يزين لك أول شيء مناطق غير محرمة، غير قطعية التحريم، مشتبهة، فإذا وافقته أخذك إلى الخطوة التالية. ولذلك الله جل وعلا لما حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال لا، يعني ما تقرب من الزنا. واضح؟ يعني لا تقترب. كيف تقترب؟ يعني اجعل بينك وبينه مسافة، لأنه له أسباب ما يقع فيه الإنسان بمجرد أنه خلاص اقتنع به، لا، لابد له من خطوات حتى يقع فيه الإنسان. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وفي قراءة خطوات الشيطان، بسكون الطاء، خطوات الشيطان. واضح؟ إذن الشيطان له خطوات يدعوك عن طريق ايش؟ هذه الخطوات. والعجيب هل الشيطان هنا هو فقط الشيطان الجني؟ انتبهوا انتبهوا. هل الآن الذي يؤثر على الناس هم شياطين الجن ولا شياطين الإنس ولا الاثنين؟ الاثنين. وفي بعض الأحيان يكون شيطان الجن أضعف من شيطان الإنس، صح ولا لا؟ يكون شيطان الإنس أكثر تأثيرا من شيطان الجن. ولذلك حتى الآن في وسائل التواصل الاجتماعي ماذا يسمون؟ يسمون ايه؟ حتى هم يكتبوا لك ايش؟ انتبه شوف، هم فاهمين. اللي صمموا وسائل التواصل الاجتماعي يكتبوا لك ايه؟ متابعة. ايش يكتبوا لك؟ تابع فلان. يقول لك عدد المتابعين كم عندك، صح؟ شوف ربنا ايش يقول؟ لا ركزوا. لا ايه؟ لا تتبعوا. يعني شوف حتى هناك تطابق في الألفاظ. فإذا هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الزنا أو إلى خطوات الزنا هؤلاء من الشياطين، لكن يجب أن نحذر منهم. شوف الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، يعني لا تصير من المتابعين له ما دام أنه ايه؟ يسهل الفساد، حتى وإن كان في صورة إنسان فهو داخل في هذا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أو شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لاحظ،
انتبه لهذه النقطة. إذا وبعدين سبحان الله يا إخواني، أنا لاحظت إنه لما تيجي أنت تشترك يقول لك متابعة. يعني هم شوف طابقوا طبقوا نفس اللفظ، أتوا بنفس اللفظ القرآني. فهذا إيش؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال، وهنا أباكم تركزوا غاية التركيز، قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن يتبع، من هذه أداة شرط، يتبع فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه تعود إلى من؟ الضمير هذا يعود إلى من؟ خذ الميكروفون، أنا دحين أبغى أسأل سؤال وقبل أن تجيب شوف الطلاب. فإنه من الذي يأمر بالفحشاء والمنكر؟ داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا. الله يهديك الله يهديك الله يهديك عبد الرحمن. قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. من الذي يأمر بالفحشاء والمنكر؟ الشيطان. شيطان. عندك دليل من القرآن أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؟ عندك دليل آية أخرى؟ نعم. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ويأمركم بالفحشاء. فإذا هنا في قوله تبارك وتعالى فإنه يأمر بالفحشاء، المقصود فإنه هذه الهاء الضمير تعود إلى الشيطان. طيب هل هناك احتمال آخر؟ وهنا يجيب الذكي واللي مركز واللي ما فيه نوم يا عبد الله، اللي ما فيه نوم دحين يقدر يجاوب. قال فإنه يأمر بالفحشاء. هل هناك شخص آخر يمكن أن يعود إليه الضمير؟ ومن هو؟ يا سلام يا عبد الله، كيف؟ وضح يلا. ممتاز. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. لا إله إلا الله. كيف يا عبد الله؟ وضح يلا. يعني اللي صار على خطى الشيطان، يعني اللي طبق نفس ما قاله الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. أحسنت، ممتاز. إذن عندنا احتمالان في عود الضمير، إما أن يعود إلى الشيطان وإما أن يعود إلى ماذا؟ إلى المتبع للشيطان. كلاهما يدعو إلى الفحشاء والمنكر، يأمر بالفحشاء والمنكر. تمام. طيب نأتي الآن إلى الآية. ظاهر الآية وسياقها، انتبهوا، ظاهر الآية وسياقها ومن يتبع خطوات. طيب قوله ومن يتبع، انتبه يا عبد الرحمن، شوف الآن أبغاه. الآن عندنا احتمالات، إما أن يعود إلى الشيطان أو يعود إلى ماذا؟ إلى المتبع. طيب الآن نجي كأننا نبغى نعرف هذه الآية. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، إذا أعدناها إلى أقرب مذكور فإنها تعود إلى من؟ الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان. الآن من؟ الله عفوا، مش الأقرب مذكور. من يتبع خطوات الشيطان؟ من يتبع؟ الآن الفعل، من هو الفاعل الآن؟ ومن يتبع، المتابع هو الفاعل الآن. فإنه هذا يعود إليه. فإذا أخذنا لفظ الآية فإننا نرجح أن يعود الضمير إلى المتبع. خلاص؟ فإن الذي يتبع خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. طيب وإذا أخذنا المعنى الإجمالي للآية، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يكون المقصود الشيطان. فسياق الآية يدل على أن الضمير يعود إلى الشيطان، ولفظ الآية يدل على أن الذي يأمر بالفحشاء والمنكر هو المتبع، وكلاهما لا تعارض بينهما. سياق الآية يدل على الشيطان لأن هذا عمل الشيطان، وهناك آيات كثيرة. ولفظ الآية لأن ومن يتبع، الفاعل هنا هو مين؟
المتبع الذي يتبع الشيطان هو يأمر بالفحشاء. طيب الآن كيف الذي يتبع الشيطان يأمر بالفحشاء؟ هذا اللي أنا ما فهمتها. كيف يعني يأمر بالفحشاء؟ لأنها يعني دام فعل الشيء اللي أمره الشيطان راح يسهل على الآخرين. يا سلام، إذا إنسان يفعل الفاحشة ويجاهر بها، تتذكروا المجاهرة، فإنه في الحقيقة يأمر بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة. طيب ومن المحتمل أنه يأمر أمرا مباشرا، كأن يقول يا ناس افعلوا هذا الحرام. فمن اتبع هو الذي يأمر بالفحشاء من الناس، أليس هو متبعا لخطوات الشيطان الجني؟ أليس كذلك؟ فأصبح شيطان إنس يتبع شيطان الجن، وحينئذ لا مشكلة في عود الضمير إليه. واضح؟ لا مشكلة في عود الضمير إليه، لأنه بفعله. وقد يغتر الإنسان بفعل الإنسان آخر أكثر مما يغتر بوسوسة الشياطين. واضح؟ ليس كذلك؟ فإذا قوله فإنه يأمر بالفحشاء يعود إما على المتبع أو إلى، فإن قلنا السياق فالشيطان، وإن قلنا اللفظ فالمتبع. طيب أنا في شيء أبغى أشوف أنتم لفت انتباهكم ولا لا. يقول فإنه يأمر، لا إله إلا الله. ما لفت انتباهكم كلمة يأمر؟ بالله عليكم ساكتين ولا أحد فيكم يتكلم. شوفوا هذه الكلمة، أنا بكم تركزوا لي هنا. إيش يأمر؟ الشيطان يأمر. كيف يأمر؟ كيف يأمر يا شباب؟ الشيطان يأمر. الأمر يكون لمن له سلطة، صح ولا لا؟ وهل للشيطان سلطة؟ الشيطان له سلطة؟ أيوة. شوف الإنسان الأمر يكون من الأعلى للأدنى بسبب السلطة. المدير يأمر، الملك يأمر لوجود السلطة. الآن هذا الشيطان ربنا سبحانه وتعالى يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فإذا له سلطة. طيب ما الدليل على أنه له سلطة؟ في القرآن يوجد دليل على أن الشيطان له سلطة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. شوف يعني عنده سلطان، عنده قوة. الشيطان يأمر. لاحظتوا؟ شوف القرآن دقيق جدا في ألفاظه. فجاءت مو فإنه يحث يحض، لا 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 لا، يأمر. والأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. لا إله إلا الله. طيب وهذا يدل على ماذا؟ اعطني حالة كذا. يقولون من صور الصور التي توضح لك هذه الآية أن إنسان يقول لك أنا والله ما أقدر أترك الكذب، مكبل ضعيف أمام الشيطان يكذب. ما أقدر أترك الزنا، يعني هو ما يستطيع ينفك عن أوامر سيده اللي هو مين؟ الشيطان المدمن. تقول لي يا أخي أقلع عن الإدمان، لا تشرب المخدرات، لا كذا، يقول ما أقدر. ففي الحقيقة إيش صار الموضوع؟ استحوذ عليهم الشيطان. شوف هذه آية أخرى، استحواذ، خلاص كنترول. الشيطان يحركه فيصبح العبد أسيرا لمن؟ وعبدا للشيطان. خلاص. أفمن اتخذ إلهه هواه، خلاص يصير هذا الشيطان في منزلة السيد يأمره بالذي يريد. ولذلك
أنت تستغرب من بعض الناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، لا أستطيع أن أصلي الفجر في جماعة، لا أستطيع أن أترك الزنا، لا أستطيع أن أترك الكذب، لا أستطيع أن أترك الغش، لا أستطيع أن أغير نفسي. إيه؟ لأن الشيطان يأمرك وأنت خلاص. شوف الله جل وعلا، إحنا فاهمين الآن إنك نفسر لماذا لا تستطيع أن تنفك عن أوامر الشيطان، لأن الله جل وعلا أعطاه سلطان فأصبح أقوى منك. وضحت الصورة؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا إله إلا الله. هذا الشيطان. طيب، وهذه الصور يعني بالتحديد تتضح في الذنوب التي لا يستطيع الإنسان أن يقلع منها، التي الإنسان يشعر بأنه مكبل فيها، التي يتوب ويعود إليها فيصبح ضعيف الإرادة، ما يملك قرار نفسه. تمام؟ فتتضح صورة فإنه يأمر بالفحشاء، كأن الشيطان يقول اتركوكم منه سيعود. صح ولا لا؟ فالشيطان فعلا لديه قوة، لكن على بعض الناس. قال الله جل وعلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله جل وعلا إلا عبادك منهم المخلصين، ما يستطيع عليهم، فهو في الحقيقة يأمر. سبحان الله. ثم قال الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. التزكية هي التطهير، الطهارة. لولا فضل الله علينا ما تطهرنا من الذنوب والمعاصي ولا تطهرت قلوبنا، وإنما هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى وحده. ولولا فضل الله لن يدخل أحد الجنة ولم يطهر قلب إنسان، كله بفضل الله سبحانه. وهذه المرة الرابعة التي يقول الله فيها ولولا فضل الله عليكم. فإذا الفضل لله. إذا رأيت نفسك تحب العلم وتجالس الصالحين وتحضر مجالس التفسير، إيش نقول لك؟ عبد الرحمن، لولا فضل الله عليك ورحمته ما حضرت هذا المجلس، ما أحببت مجالس الذكر، أنت لحالك ما تستطيع، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله جل وعلا ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا اصطفاك الله فإن الله جل وعلا إنما زكاك واختارك بمشيئته. لذلك الإنسان دائما ماذا يطلب من الله جل وعلا؟ يطلب من الله جل وعلا أن يريد به خيرا. قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، قال والله سميع عليم. سميع بأقوالكم إذا كنتم تستخدمون الفاحشة وتنقلون الأخبار فإن الله سميع. أولئك الذين يتبعون خطوات الشيطان في نشر الفاحشة فإن الله سميع عليم. هذا يعني إيش؟ سياق الآيات إذا جاءت سميع يعني المسموعات، يسمع كل ما يقال. تبارك الله وجل الله. عليم بما في قلوبكم وببواطن الأمور. وختم هذه الآية بالسميع والعليم من أسماء الله دليل على التخويف. يعني فإذا كان الله عليم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، في تخويف سبحانه وتعالى. طيب، فهذه الآية يا إخواني من أعظم الآيات، آيات الهداية التي وردت في سورة النور. لا تتبعوا خطوات الشيطان. والإنسان في هذا الزمان يا إخواني يجب أن ينظر إلى من يستمع إليه ويتابعه، لأن المتابعة والاتباع أيام زمان كان فقط في إيش؟ في الأحياء. الآن أو الأصدقاء أو المجالسين. اليوم لا، كل إنسان تتابعه في حسابه فأنت من يتبعه، فانتبه. قال جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان فاعرف من تتابع، ربما يكون من شياطين الإنس وأنت لا تدري. طيب، ثم قال الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. صحيح، نعم. وفي هذه الآية السابقة إثبات صفتي اسمي السميع العليم لله جل وعلا، فالله سميع وعليم. ومنها نأخذ صفتي السمع
والعلم لله جل وعلا. طيب، قال جل وعلا بعدها: ولا يأتلي، يعني لا يحلف، ولا يأتلي يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم، الفضل الكرم، الجود، المال، والسعة يعني اللي عنده رخاء، أن يؤتوا أولي القربى، يعني لا يحلفوا إنهم يقولوا والله لا نؤتي أولي القربى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذا كانوا أغنياء وأصحاب فضل ما يحلفون بسبب العداوات بينهم وبين أولي القربى والمساكين والمهاجرين، حتى وإن أخطأوا، حتى وإن كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي وأخطأوا عليك يا عبد الرحمن وأذنبوا في حقك، لا ينبغي لك، لا تحلف أنك أنت ما تعطيهم من مالك. قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، اعفوا واصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية نزلت في مين يا إخواني؟ سبب نزول هذه الآية أو نزلت في من؟ يا سلام، شوف تعرف؟ نعم. تفضل. في أبو بكر قصته مع مصطح بن عثاثة عندما اتهم عائشة رضي الله عنها فأقسم لا، وهو كان ممن لا تشوف الشاشة، خليك معي بس. وهو كان ممن يعني ينفق عليه، فلما دخل أو تكلم في أرض عائشة حلف أن لا يعني ينفق عليه، فنزلت: ولا يأتل أولو الفضل منكم. نعم. فلما نزلت براءة عائشة ارتاح أبي بكر. نعم. ارتاح أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت وكان قد حلف، ليس هو فقط بل بعض المؤمنين أيضا قسوا على أقاربهم ممن كانوا يشككون في عرض عائشة. أما بالنسبة لأبي بكر فكان هذا ابن خالته مصطح بن أثاثة فقير المطلبي، مصطح بن أثاثة المطلبي، وكان من المهاجرين في سبيل الله وممن شهد بدرا، رجل صالح، لكن زل لسانه وتكلم في عرض عائشة يظن أن الخبر صحيح بس أخطأ. فأبو بكر رضي الله عنه قال: أنفق عليه ويتكلم في ابنتي، والله لا أنفق عليه أبدا. فنزلت الآيات وقالت: أبو بكر الصديق والناس اللي فوق أصحاب المراتب لا ينبغي لهم أن يأخذوا العداوات الشخصية فتؤخرهم عن المطالب العالية. صحيح أنت زعلان منه، لكن هذا رجل فقير مسكين وقد أقيم عليه الحد وجلد، فلا تحرم نفسك الخير لأنه أساء إليك. ولهذا ماذا نقول؟ إذا أساء إليك قريب أو صديق وهو صاحب حاجة، قد يأتي إنسان إليك ويقول: يا أخي سلفني، أقرضني، ساعدني، ثم أنت تقول: أنت والله أنك ما تستاهل شيء، مفروض أنك يعني تستحي على دمك، لا تجيني هنا. ما ينبغي أن تقول هكذا، صح ولا لا؟ إذا كنت تستطيع أن تساهم معه، إذا كان فقيرا محتاجا، وإذا كان من ذوي القربى فلتبادر. طيب يسيء إلي، يتكلم عني بسوء، يظلمني في المجالس، هنا الله جل وعلا يبتليك ويختبر إيمانك أكثر مما لو كان صديقك أو كان حبيبك أو كان لأن هنا قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، مما يدل على أن هناك جرما اتخذ وخطأ اتخذ ضدك، وهنا يتمحض الإيمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يصفي المراتب. فأبو بكر رضي الله عنه هو خير الصحابة، صح ولا لا؟ فوقف هذا الموقف الذي لا يليق بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا أخطأ وعوقب، وهو من أولي القربى، وهو أيضا من المساكين، وهو أيضا من المهاجرين، وهو أيضا من أهل بدر، فلا توقف عليه النفقة يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وليعفوا وليصفحوا. ما الفرق؟ عفو وصفح. ما فهمت هذه أنا. أما كان يكفي أن تكون وليعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وليعفوا وليصفحوا. العفو هو التجاوز عن
المحاسبة. يعني فلان أساء إليك، تكلم من وراك، تتجاوزها خلاص، تتركها، ما تؤاخذه، يعني ما تردها عليه، تتجاوز عن العقوبة خلاص. إذا تجاوزت عن العقوبة فقد عفوت، أسقطت حقك. طيب وليصفحوا، تمسح تماما، ما عاد تذكرها، لأن في بعض الناس يعفو عن العقوبة، لكن إذا احتاج يفتح الموضوع مرة ثانية، تذكر يوم كذا وكذا، هذا عفى لكنه إيه؟ ما صفح. لكن الذي يصفح ايش يسوي؟ ينسى، فيرتاح الشخص الثاني، يقول فلان والله ما شاء الله لم يعاقبني وكأني ما سويت شيء، مرتبة أعلى. إذن الصفح عفو وزيادة، صح؟ عفو وزيادة. قال وليعفوا وليصفحوا، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما العلاقة ما بين أول الآية وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا نقول؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن بعد العفو والصفح يأتي إن الله يغفر لك بعدها. ايوه، هذا الأسلوب أسلوب ماذا؟ أسلوب بدي آخذك معايا مشوار وأنت ما تبغى، فأقول لك تعال معي مشوار إلى المكان الفلاني، والله أني تعبان، تقول لك ما ودك تقابل فلان؟ تقول إلا والله، فتقوم. لما قلت لك ما ودك، هذا ماذا يسمى؟ ترغيب وحظ. هذا حظ، لكن أيضا فيه عتاب، حظ مشرب بعتاب. كيف يعني حظ مشرب بعتاب؟ من يفسر لي هذا الكلام؟ حظ مشرب بعتاب لما وجه إلى أبي بكر، يعني إنه يجب أن تصفح. أيوة، أو تعفو يجب، إيه، عشان يعني تشملك المغفرة من الله. إيه، بس قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قلنا حظ في طياته عتاب. كيف يعني؟ لماذا العتاب؟ ممكن بالمقارنة. أيوة، أن كما أنت تحب أن يعفو الله عنك، فأنت تعفو على من ظلمك. وأين العتاب؟ العتاب وينه؟ ألا تحبونه؟ نعم ألا بس في هذا الخطاب موجه لأبي بكر. ألا تحبون يا أبا بكر، ومن هو في مرتبة أبي بكر ومن هو في هذا الموقف، أن يغفر الله لكم؟ طبعا هذا سؤال لا يراد له الجواب، يعني ليس المقصود أن يقول نعم بلى أحب أن يغفر الله لي، لا، ليس المقصود أن يجيب على السؤال. فإذا هذا حظ ولكنه مشرب بعتاب. ما هو العتاب؟ الله يفتح، شوف، قول عتاب على حلفه بعدم النفقة، يعني هو في حظ لأن يعفو ويصفح، لكن في أيضا عتاب. كيف تحلف أنت يا أبا بكر؟ كيف يفوتك هذا؟ كيف يعني يصل بك يعني العاطفة في لابنتك أن تحرم هذا القريب المهاجر من شهد بدرا، وأنت تعرف أنه فقير وليس له أحد إلا بعد الله جل وعلا إلا أنت؟ كأن فيها عتاب، فيها حظ بالمغفرة، حظ على العفو والصفح، وفيها نوع عتاب مشرب به بعتاب، لأن المخاطب من؟ أبو بكر الصديق وأمثاله رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إيش يا إخواني؟ قال بلى والله إني أحب لأن يغفر الله لي. ثم أعاد النفقة على مصطح بن أثاثة، بل قيل إنه ضاعف له النفقة، حتى يعني كأنه يعني إيش، كيف فهمت يا عبد الرحمن أنه ضاعف النفقة؟ لأنه نزل القرآن
طيب والجزاء من جنسه كيف؟ يلا وضح لي من أين أخذت هذه الجزاء من جنس العمل كيف؟ هات فائدة من هذه الآية أن الجزاء يكون من جنس العمل، فكيف؟ يا سلام يا سلام، شوف كيف، شوف يعفو الله عمن عفا عن الناس، جزاء من جنس العمل. إذا أنت تعفو عن الناس إيش؟ فأنت تطرق باب عفو الله، فإن الله جل وعلا لا يمكن أن تكون أكرم من الله ولا أرحم من الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل كان يعني يعفو عن الناس، فيرسل يعني عامله فيقول اذهب إلى هؤلاء المدينين له عليهم دين، فمن كان معسرا فأجل له عسى الله أن يعفو عنه. قال فعفى الله، فلقي الله فعفى عنه، فلقي الله فعفى عنه. إيش كان يسوي هذا؟ كان اللي معسر يؤجل، يطلب بذلك عفو الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف ممن عنده عبيد يذهب بهم إلى عرفة ثم يعتق رقابهم في يوم عرفة ويقول يا رب أنا عبدك الفقير، أنا عبدك الحقير، أعتقت هؤلاء اللهم فأعتق رقبتي. هو ماذا يريد؟ نفس هذه الآية، الجزاء من جنس العمل. إذا ربي أعتق رقبتي خلاص، العمل كله في الدنيا، لكن الجزاء الأبدي يوم القيامة. فإذا الإنسان يطلب رحمة الله برحمة المساكين، يطلب عفو الله بالعفو عن الناس، والعافين عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واضح يا إخواني؟ إذا هذه الآية فيها أن الجزاء يكون من جنس الأعمال. طيب، ثم قال الله جل وعلا والله غفور رحيم. ما مناسبة والله غفور رحيم لهذه الآية؟ واضح، لأنه قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غفور يعني كثير المغفرة، رحيم يعني عظيم الرحمة. فالله سبحانه وتعالى من أعظم صفاته صفة الرحمة، من أخص صفاته صفة الرحمة، ومن أعظم صفاته صفة المغفرة سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الآيات أيها الأحبة درسنا الكثير من الأحكام ويعني الدروس، ولذلك أريد منكم الآن، لأن الوقت فعلا أخذنا، كان المفترض أن نأخذ هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، لكن نجعلها إن شاء الله مبتدأ درسنا في الدرس القادم. ونريد الآن من كل واحد منا، إما طلابنا عن بعد وإما طلابنا هنا في المعهد، أن يأتون بفوائد. وأنا أترك لكم الشاشة مفتوحة، فانظروا في الآيات واعطونا بفوائد. ماذا استفدت يا عبد الله من هذه الآيات؟ وأنتم اكتبوا يلا وروني أفضل فائدة سوف أنشرها. أن لا يجب على المرء يتبع خطوات الشيطان، لأنها تأتي خطوة خطوة ويعني يسهل لك الفاحشة أو الذنب. فإذا استسهلت البداية فراح يسهل عليك الذنب بكبره. يعني إذا ما الواجب؟ أن تقف عند أول، يعني أن تبتعد عن أول خطوة، ولا تقرب الزنا. هي أحسن، ما تقرب من البداية. ممتاز جميل. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. يا سلام، خطورة تتبع الشيطان. يلا ياسر، خطورة أعمال القلب، هذه ممتازة. فالقلب مناط العمل، من وين أخذت هذه؟ فكروا، خطورة أعمال القلوب، هذه خطيرة الفائدة دي. من وين جت الآية هذه الفائدة؟ أعطيك كذا عبد الرحمن، تؤيد استنباط هذه الفائدة؟ نعم. من أين أخذتها؟ من قوله إن الذين يحبون. يا سلام يا سلام، أحسنت. حتى فوزية تقول كذلك، وأيضا تفسير ابن كثير يقول ذلك، تحبون، لأن المحبة عمل القلب. أحسنت. طيب، ماذا لديك يا ياسر؟ أحسنت، يلا. فضل الله على المؤمنين ورحمته. أيوة،
نعم. وأنه هو أساس النجاة في الدنيا والآخرة، أنه فضل الله جل وعلا، لا يدخل الإنسان الجنة بعمله وإنما برحمة الله جل وعلا. طيب في فائدة هنا من روح، تقول سرعة استجابة الصحابة وامتثالهم لأمر الله. من وين؟ يلا يا عبد الله، من وين استنبطت الطالبة هذه الفائدة؟ من وين؟ من إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. عفا عليك. سرعة استجابة الصحابة من وين؟ عفا عليك. شوف اقرأ في الشاشة. من قصة أبي بكر، أنه على طول قال بلى والله. من قوله بلى والله. إيه بس الجوال قبل شوي كان يتصفح، وهذه مشكلة الجوالات. أيوه. عبد الرحمن في ولا ما في؟ نعم. يا سلام. أن عدم اتباع خطوات الشيطان هو محض فضل من الله عز وجل، فبالتالي لابد أن تسأل الله أن يحميك من هذا الاتباع. من وين أخذت هذه الفائدة؟ من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فبالتالي لا تغتر بعملك، فعدم اتباع الشيطان هو محض فضل من الله عز وجل. يا سلام يا سلام. طيب شوفوا هذه الفائدة. الشيطان له سلطة على الضعيف، والذي لا يستطيع أن يقلع عن ذنب ومعصية فإنه ضعيف الإرادة لا يملك قرار نفسه. من وين جابت هذه الآية، هذه الفائدة؟ ها يلا خذ الميكروفون. هذه فائدة ممتازة. من قوله فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. من وين بالضبط؟ من كلمة إيش بالضبط أخذتها؟ يأمر. طيب ليش قلت إنه سلطان؟ فين جاء يعني كلمة كيف دلت على وجود سلطة؟ من قوله تعالى في الآية الأخرى لأن إنما سلطانه على الذين يتولونه. لأن كلمة يأمر تدل على نعم لأنه الأمر هو الطلب بسلطة وبقوة. تمام يا سلام. تمام ما شاء الله تبارك الله. لا نزال. أيضا من الفوائد أنها الجزاء من جنس العمل. يا سلام. من وين أخذت هذه؟ من قوله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا سلام. يوسف الجزائري شوف يقول: ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من عدم الخوض في أعراض الناس وعدم اتباع خطوات الشيطان وأن يمنعوا حظوظ النفس من ابتغاء وجه الله. طيب سؤال لك يا أخي يوسف، الآن اتباع خطوات الشيطان كيف يكون يعني علاقته بنشر الفاحشة وشيوع الفاحشة؟ كيف يكون؟ ترى في علاقة كبيرة جدا ما بين إن الذين يحبون أن تشيع وما بين لا تتبعوا خطوات الشيطان، لكن نبغى يوسف الجزائري يجيب عنها. يلا يا يوسف. ممتاز. مها الشهراني تقول أن للشيطان سلطة على من اتبعه. الله أكبر، والله هذا شيء عظيم يا أخي. يأمر. بس السؤال لك يوسف الجزائري يقول ممارسة تجعلك تؤمر بها. لا، نحن الآن سؤالنا كيف نربط ما بين لا تتبعوا خطوات الشيطان وبين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وبالتحديد خطوات الشيطان. خطوات. سلام. يوسف قباني يقول هي أحد خطوات الشيطان الوقوع في الفاحشة. لا إله إلا الله. طب أنتوا إيش رأيكم لما نشوف تجي رسالة مثلا على جوالك فيها نشر للفاحشة، فتقول والله بيني وبينك أحولها وأقول نستغفر الله، شوف الكلام الذي لا يليق، أما آن لهؤلاء أن يتوبوا، وأحولها للناس. الشيطان هو قال لك إيش يا عبد الرحمن؟
انت حولها للتحذير. خطوه دي صح ولا لا؟ اقنعك الحين. المهم انك انت نشرت الرساله، نشرتها ل100 واحد، وكل واحد فيهم نشرها ل100 واحد. الشيطان واضح. فاذا نحن الان اتبعنا خطوات الشيطان في ايش؟ في نشر الفاحشه والعياذ بالله. صح ولا لا؟ فاذا نربط الان ما بين النهي عن اتباع خطوات الشيطان في نشر الفاحشه التي هي اساس الموضوع. واضح؟ نعم. ولذلك هذه كلمه جميله، اميت الباطل بالسكوت عنه. ترى يا اخواني مجتمعنا مجتمع عجيب، ينكر الشيء وينشره، ولذلك استطاع أن يصعد على أكتاف أكثر الطيبين كثير من السيئين. صح؟ يكذب الكذبة وينقل ما لا يرضي الله جل وعلا، فيرد عليه فلان وعليه، والله أصلا ما له متابعين، وفجأة تلاقي له متابعين، وصار له متابعين، هذا يقول لك أنا صار من المشاهير. والآن المجتمع يقبل أي مشهور حتى لو كان لا يساوي شيئا قبل سنوات، لا يساوي شيئا. يقول لك فلان كان فقير لا يسوى شيء، ولا يزال فقير من حيث العلم، لكن اشتهر بشيء معين فشهره الناس. طيب، فهذه من اختلال عقل البشرية. طبعا هناك من يريد للعالم أن يكون هكذا ساذجا تافها مغفلا. هناك من يريد ليس فقط أن يكون المسلمون هكذا، بل أن يكون المسلم وغير المسلم، أن يتبع خطوات الشيطان، أن يعظم التفاهة، أن يسهل المعصية، أن يخفي القيم التي تقول لا وتقول لا بد أن يكون، يريد أن يخفي هذه ليكون الإنسان عبدا يحركونه بماذا؟ بالريموت. تعرفون الريموت؟ ماذا يسمى باللغة العربية الريموت؟ أداة التحكم. كيف أداة التحكم هذه؟ يريدوك اليوم أنك تصير متدين، يضغط زر التدين، الزنا زنا والمحرم، الأمور كلها تمام. لا، ما ينفع معنا كده الآن، لابد نخلي الناس تقبل بالزنا وكذا، فيصبح الإنسان مسلوب الإرادة. وهؤلاء من شياطين إيش؟ من شياطين الإنس، وهم يأمرون، والغافل المسلم يطيع. خلاص ما دام قالوا كذا معناه هذا الصح. كيف هذا الصح؟ كيف هذا يصير صح؟ أنت ما تقرأ القرآن؟ ما لك مرجعية تعرفك، ما عندك دستور، ما عندك كتالوج، ما عندك فهرس يفصل ما بين المباحات والمحرمات والمنهيات والقيم والأخلاق. كيف أنت تختلط عليك الأمور؟ كيف؟ ولذلك احنا عندنا مشكلة، نقرأ القرآن ولا ندري عن معانيه. تشوف الآيات كيف لا تتبعوا خطوات الشيطان. وترى هذه الغاية من دراسة هذه السورة، أن نحرر الألفاظ والمفاهيم والقيم، نعيدها إلى مكانها الطبيعي كما يريد الله جل وعلا، أن تبقى الفاحشة فاحشة، والزنا زنا، والخبيث خبيث، والمنكر منكر، والفاحشة فاحشة، والطيبات طيبات. ما نخلط الأمور، لأن هذا من عمل الشيطان. وأي شيطان؟ شيطان الإنس اللي قاعد يخدم شيطان الجن، وعنده أتباع يتبعونه ويتبعون خطواته. والله بلاغة في القرآن سبحان الله، يعني نسأل الله. ولذلك من الضروري جدا يا شباب انكم انتم الان تحاضرين المجلس هذا، صح؟ كل واحد منكم له صديق او صديقان او ثلاثة، يقول له تعال يا اخي درسنا المدرس هذه الآيات، تعرف ايش معنى تفسير هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية؟ لماذا قال هكذا؟ يقول لك نعم. فتعطيه وانت تاكل سندويش وكذا وجالسين في المطعم، تبلغ دين الله، بلغوا عني ولو آية. لا تصير لازم تصير عالم عشان تبلغ، لا. ومن يبلغ المعلومة يكسب أمرين: يتقن المعلومة ويعلم شخص آخر. لذلك نحن شعارنا في المعهد ماذا؟ أتعلم لأعلم. مو أتعلم بس، ليس أعلم فقط، لا، أتعلم لأعلم، أعلم لأعلم، أعلم لأدعو. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد يا إخواني من هذا الشيء. لا تجمع ما بين العلم والسكوت، لأنك إذا دعوت شعرت بماذا؟ شعرت بماذا؟ لما تدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة تواجه المعلومة وتواجهها في أذهان الناس، وتشعر
ببركة المعلومة. أما إذا أخذت المعلومة وحطيتها في دماغك وما مارستها لا بالتعليم ولا بالممارسة فإنها تتبخر وتذهب وتمحق بركتها. إيش كمان؟ ما الذي يحصل؟ وربما تكون حجة لك لا عليك إذا لم تقم بواجبها. إذن يا أحبتي، ما أعظم القرآن وما أوضح دلالات هذا القرآن العظيم على ما ذكرت لكم من يعني هذه الآيات العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها آيات، أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يرزقنا هدايات القرآن والعمل بكتابه سبحانه وتعالى. الله أكبر. طيب، ما شاء الله تبارك الله، فوائد كثيرة جدا. يا سلام، والله في كلمة جميلة جدا يجب أن تكتب، صح. كثرة النظر للمنكرات والمجاهرين بالمعاصي ترقق المعصية في القلب وتهونها. كم من معصية ظهرت واستنكرتها القلوب بقوة، وما لبثت زمنا حتى اعتادها كثير من الناس، بل وارتكبها البعض، نسأل الله السلامة. طيب، ما الواجب علينا يا إخواني؟ الواجب علينا أن ننتبه أول شيء لهذه الملاحظة، وأن لا ننقل، وأن لا نتساهل، وأن ننكر باللسان. إيش هذا؟ وأن نسمي الأمور بمسمياتها. تمام؟ فإنك إذا سميت الأمور بمسمياتها وألفاظها الشرعية استنكرتها القلوب واستهجنتها. ولا نظلم، لا نظلم الناس، لكن نسمي الأمور بمسمياتها حتى يعود كل أمر إلى مكانه الطبيعي، فنعظم ما عظم الله، ونحقر من حقر الله، ونخاف مما حذر الله منه، ما نأمن مما حذر الله منه. المصيبة يا إخواني أن هذا ينزع من قلب المؤمن ماذا؟ الخوف من الله جل وعلا، فيأمن الإنسان. والذنب عظيم، اجتنبوا السبع الموبقات يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ ثم تكون هذه الفاحشة وكل ما أو خطوة قبلها عادي جدا. لذلك هذه المؤمن لا يصل إلى هذه الحالة إلا عبر خطوات استسهالية هي التي توصل الإنسان إلى إيش؟ ولذلك الله جل وعلا قال لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرن. كلها إيش؟ أوامر من أجل أن لا يقع المحذور فيطمع الذي في قلبه مرض. وهؤلاء من أمهات المؤمنين. إذن فالقرآن الكريم يا إخواني بليغ في دلالاته وإرشاداته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بإرشادات القرآن الكريم. أنا والله في تعبير يعني كلمات جميلة جدا، مثل مفتقر لله يقول: نتمسك بكتاب الله والسنة وإن قالوا ما قالوا فينا فلن يضرنا كثرتهم وهم على ضلال ولا تنفعنا كثرتهم إن ضلوا ونحن من اهتدينا. الله أكبر. يا سلام، كثرة الصغائر هي من توصل إلى الكبائر. يا كلام جميل جدا يدل على أننا استوعبنا بفضل الله جل وعلا درس هذا اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص قولا وعملا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وجزاكم الله خير. وأما الآن فنقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.